بيان للرأي العام: الطغاة يجلبون الفقر والغزاة. تتزامن وقفتنا الاحتجاجية اليوم في مدينة القامشلي مع وقفة احتجاجية جماهيرية صامتة في محافظة السويداء. يعرف الجميع أسباب صمت الجماهير تحت قمع نظام الطغمة، لذلك نحن هنا اليوم لنكون صوت الذين لا يستطيعون رفع أصواتهم في مناطق النظام التي توشك على الانفجار في أكثر من مكان. ليس الإفقار الشديد الذي يمس غالبية السوريين فحسب الدافع لهذا الحنق الواسع على النظام، بل هي سياسة قديمة مستمرة قائمة على احتكار السلطة ومنع أي مطالبة بتحول ديمقراطي. هذه السياسات الاقتصادية الاجتماعية والقمعية تخدم أقلية البرجوازيين المدخمين جراء النهب الواسع للشعب وثرواته وتشبثهم العنيف بنظامهم القمعي. لم يكن ممكنا أن يطول صمت الجماهير السورية على نظام يقوم بنهبها وقمعها ويفرط بالسيادة الوطنية التي يتشدق بها، إذ إنه ينسق مع النظام التركي وسائر المحتلين في اعتداءاتهم في الوقت الذي ينصر متفرجا إلى العربدة المتواصلة للطائرات الإسرائيلية في السماء السورية. نظام وضع نفسه تحت الوصاية الروسية والإيرانية فقط حفاظا على مصالحه الضيقة وبقائه على حساب مصالح الشعب السوري ودمائه وثرواته وسيادته. نظام برجوازي عنيف كهذا انتفضت الجماهير السورية ضده وتنتفض وستنتفض ضده حتى تحقيق التغيير السياسي والاجتماعي الجذري. إن الانتفاضة الجارية في السويداء الآن مظهر من مظاهر رفض السوريين لهذا النظام، لذا فهي ليست هبة طائفية كما يحلو لبعض المعارضة الليبرالية البائسة توصيفها. ما تحتاج الانتفاضة إليه التنظيم والوعي وقيادة ثورية على الصعيد السوري العام، وربط المطالب المعيشية بالمطالب السياسية، وأن تلقى صدى لها في كل المناطق السورية لكي لا تبقى معزولة، ما قد يسهل على النظام إخمادها. نقف بكل حزم مع انتفاضة الجماهير في السويداء وندعو إلى دعمها والانتفاض الجماهير السورية في كل مناطق سيطرة نظام الطغمة ولا سيما في أماكن العمل. ندعو الجميع عمالا ومعلمين وطلبة وسائقين وجميع العاملين في أماكن عملهم إلى الإضراب العام، إضافة إلى ضرورة تنظيم الجماهير في أماكن سكنهم وانتخاب هيئاتهم من الأسفل. في خضم هذا الصراع الطبقي المحتد يستمر العدوان التركي على الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وإن كان الغزو البري الذي أراد نظام أردوغان مجددا القيام به لم يتحقق في هذه اللحظة نتيجة تناقضه مع مصالح الدول المتداخلة في سوريا، فإن هذا العدوان التركي من المرجح أن يستمر ويتجدد، لا سيما أن مواقف الدول الإمبريالية متغيرة وفق مصالحها. من الدروس الهامة التي يمكن اقتباسها من المقاومة الباسلة التي تواجه هذا العدوان التركي أهمية الاعتماد على وعي الجماهير وتنظيمها وتطوير تجربة الإدارة الذاتية ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تخدم الجماهير الشعبية الواسعة رغم صعوبات الحرب والحصار، وأيضا توسيع المشاركة الشعبية والسياسية والانتقال إلى جعلها نموذجا لسوريا المستقبل موحد الديمقراطية اللامركزية. المجد للشهداء والحرية للمعتقلين والنصر للعاملين والكادحين.